وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. قال الكرماني في شرحه على البخاري: نجد هي الأرض المرتفعة من تهامة إلى العراق. ونص ابن حجر على أن نجد هي العراق لا سيما وأنها في جهة المشرق من المدينة كما نص عليه الحديث: فخذوه حيث حافظ عليه نص. ونقل الخطابي والداودي وغيرهما أن نجدا هي العراق كما ذكر ذلك عنهم الحافظ بن حجر في المجلد 13 صفحة 47. فالعراق هي الجهة التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وفهمها الصحابة هكذا، وفهمها شراح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. تحدثوا عن فتنة الخوارج بالعراق وأدرجوا هذه الأحاديث في أبواب فتن الخوارج. ثم هذا الحديث الذي فهمتموه لم يقل به حتى سلفكم من الأشاعرة كالسبكي وغيره من أئمة المسلمين وشراح الحديث. نحن أتيناكم بلفظ العراقي صريحا من كلام الصحابة كما عند البخاري حديث رقم 6934 ومسلم حديث رقم 1065، وكذلك من فهم شراح الحديث كالحافظ ابن حجر في الفتح مجلد 13 صفحة 47، وكذلك شرح البخاري للكرماني المجلد 24 صفحة 168. هذا سلفنا، فمن سلفكم في هذا الفهم الذي لم يقل به أحد قبل ظهور دعوة محمد بن عبد الوهاب وتربص المناوئين لها؟ ثم بعد ذلك يأتي المفترون كالأحباش وغيرهم ويزعمون أن الوهابية أخذوا الآيات التي تحدثت عن المشركين وحملوها على الموحدين. وهذه التهمة يجب أن توجه إلى الأحباش أنفسهم، لأنهم كما رأيت قد حملوا نصوص الخوارج على المسلمين في نجد اليمامة بطريقة ماكرة قد كشفها لك هذا البحث العلمي. ثم إن تسميتهم موحدا من يطوف حول القبور ويرجو من ميت ما لا يرجو من الله، تسميته موحدا تسمية لا نسلم بها، فنحن لا نكفره مع اعتقادنا أنه موحد، هذا إذا أقيمت عليه الحجة وعلم بعد جهل وأصر واستكبر. وأما مخالفون فإنهم يكفرون في أمور أقل من ذلك. فقد أقر الحبشي ما جاء في الدر المختار أن من ذكر اسم الله عند الشاة المسروقة فهو مرتد، مع أن الرجل يقول لا إله إلا الله لكنه ابتلي بالسرقة. وكأن هؤلاء يظنون أن ما بينه القرآن عن أحوال المشركين الأوائل خاص بهم لذواتهم وليس حجة على من يفعل مثل فعلهم. وكأن من ولد من بيت مسلم وكتب على حفيظة نفوسه مسلم فقد أبيح له الشرك ولا يؤثر في توحيده ما دام يقول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وكأن كلمة الإخلاص لا يضرها عمل الشرك. الله ما قص علينا قصص المشركين الأولين إلا لنأخذ العبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فلا نكرر اليوم ما وقعوا هم بالأمس به، وإلا فإن شابهناهم في الفعل فقد شابهناهم في الحكم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حين قالوا اجعل لنا ذات أنواط، قال قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فلم يقصر الآية على من نزلت فيهم. ثم إننا أنزلنا آيات المشركين على من وافقهم من أبناء هذه الأمة، وقد أخبر نبي هذه الأمة صلوات ربي وسلامه عليه أن قبائل من أمته ستلحق بالمشركين ويعبدون الأوثان، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة
حتى يلتحق قبائل من أمتي بالمشركين ويعبدون الأوثان. وكان يحذر صلى الله عليه وسلم أمته أن تحذو حذو اليهود والنصارى في اتخاذ القبور مساجد، وكان يدعو الله أن لا يجعل قبره وثنا، مما يدل على أن المشركين وأهل الكتاب كانوا يتخذونها أوثانا. لقد ذكر الحبشي أن ابن عبد الوهاب لم يأتي بجديد، وإنما استخرج عقيدته من ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وبناء على اعترافه نقول: لو كان منهجنا مثل هؤلاء لاحتججنا عليهم بحديث اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، فإن ابن عبد الوهاب عالة على ابن تيمية الشامي الذي ملأ الأرض بفكره الإصلاحي، وما زالت آثاره ومدرسته تؤتي ثمارها. فابن تيمية من الشام التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من آثار دعوته، ولكننا لسنا مثلكم. وكذلك إذا كان الأحباش يحتجون بثناء النبي صلى الله عليه وسلم على قبيلة الأشعريين ويجعلون من ذلك دليلا على وجوب الأخذ بعقيدة الأشعري ودليلا على ثناء شخص بعينه، فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على بني تميم، ومحمد بن عبد الوهاب من قبيلة تميم، وهي القبيلة التي قاتلت مع خالد بن الوليد بني حنيفة أيام مسيلمة وأبلوا بلاء حسنا. قال أبو هريرة: ما زلت أحب بني تميم منذ 3 سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. وكانت سبية منهم عند عائشة فقال: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. رواه البخاري، حديث رقم 2543. نعم، هم والله أشد أهل هذا العصر على أهل البدع والشرك في العالم أجمع، فقد طهر الله بهم جزيرة العرب قاعدة الإسلام من الكهان ودجاجلة التصوف وأصناف البدع التي كانت سبب هلاك المسلمين وذلتهم اليوم. ونشروا كتب عالم الشام وشيخ الإسلام ابن تيمية. لقد أوردت هذا الحديث لمقابلة القوم بطريقتهم ومداواتهم بدوائهم، وإلا فالحق أن ورود المدح في قبيلة لا يقتضي مدح كل أفرادها، وكذلك العكس. فقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن، وكان منهم الأسود العنسي، وهو من كبار طغاة أهل اليمن الذي ادعى النبوة. ثم واقع الحال يشهد بأن العراق هي قرن الشيطان لكثرة الفتن التي وقعت فيها، وكانت هذه الفتن مصدر فتن العالم الإسلامي كله إلى يومنا هذا. ومن ذلك فتنة التآمر على عثمان بدأت بالعراق، فتنة وقعة الجمل حدثت بالعراق، استشهاد علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه في مدينتها الكوفة، استشهاد الحسين رضي الله عنه وأرضاه هناك غدره أهل الكوفة، فتنة الحجاج وكثرة القتل والحروب في عهده، ظهور الخوارج ومنهم انبثقت فرقهم الكثيرة، ظهور المختار ابن أبي عبيد كان بالعراق، ظهور الفلاسفة وترجمة كتب فلاسفة اليونان، ظهور الدعوة لعلم الكلام بعد ترجمة كتب المنطق، ظهور المعتزلة على أنواعها وفرقها، ظهور الروافض الشيعة على اختلاف مللهم، ظهور طوائف القدرية والجبرية، ظهور الصوفية بفرقها وطرقها الكثيرة. وبهذا يبطل زعمكم أن نجد المقصودة بالذم هي نجد اليمامة، فإننا نأخذ بما رآه سهيل بن حنيف بعينه حيث قال: وأهوى صلى الله عليه وسلم بيده قبل العراق. وهذا ما فهمه سالم بن عبد الله بن عمر، وهذا ما فهمه الخطابي والحافظ ابن حجر وغيره من علماء الأمة. فلماذا نضرب صفحا عن هذا كله ونأخذ بشهادة أناس عرفوا بالتعصب وابتدعوا فهما مخالفا لسلف الأمة وأئمتها؟ ونحن نقول لك أيها الأخ المسلم ما ربما تقوله أنت لغير المسلم:
حين يصدق كل ما يشاع عن الإسلام من الاتهامات الباطلة، فتقول له لهذا غير المسلم: عليك أن تعرف الإسلام من خلال القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا من خلال ما يتناقله الناس من الأكاذيب. ونقول لك بالتالي: أنت مأمور بأمر الله تعالى أن تتحقق مما يلفقه أهل الباطل، لا سيما حول هذه الجماعة التي ينشر عنها الأحباش شتى الأكاذيب والافتراءات. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار